وحين ذاك في بداية الدعوة أنزل الله جل وعلا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وانذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي بني هاشم على غدا وقال لهم إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، فمن يكون يوازرني وينصرني يكون أخي ووزيري ووصيي من بعدي عليه. نهض الإمام عليه السلام وقال أنا يا رسول الله، قال أجلس. ثم كرر النبي ذلك 3 مرات، وكل مرة يقوم الإمام ويقول أنا يا رسول الله، يقول اجلس. في المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وآله إن هذا أخي ووصيي، أخي ووزيري ووصيي من بعدي عليه. هذه الحادثة التي كان أبو جهل يستهزئ بأبي طالب رضوان الله عليه عندما خرجوا من الاجتماع، قال أن ابن أخيك أمر ابنك عليك. وهذه ليس معروفة في أوساط الجاهلية. وأني نسيت أن أذكر أني لا أذكر شيئا يختص فيه الشيعة وينقلون الشيعة فقط على الأطلاق، وبإمكانكم أو أي أحد يستطيع أن يحاسبني على كل ما أذكره. كل الذي أذكره هو مذكور عند كل المسلمين. وبالمناسبة لا يوجد لدينا شيء، نحن شيعة أهل البيت لا يوجد لدينا شيء نختص به، اللهم إلا بعض الشعائر التي تعرفون هذه ممكن ما متفق عليه، وإلا كل شيء نعتقد به، أما مثبت في القرآن الكريم أو مثبت في كل كتب المسلمين. ومن هذه الحكاية قضية الإمام علي عليه السلام وتنصيبه خليفة من بعد النبي. الأئمة 12 أيضا مذكورين في كل كتب المسلمين، بل وأسماءهم مذكورة في كتب الإسلام، حتى أسماءهم مذكورة. فنحن نختصر على هذا. لا أعلم، لعلي لا أستطيع أن ألتقي مرة أخرى، بس أحببت أن أذكر هذه الحقيقة حتى تعرفون أن عقيدتكم عقيدة إسلامية. لا يعني هذا أن نرفض الآخرين أو نكفر الآخرين أو غير ذلك، بل واحدة من الأشياء التي ينبغي أن تكون نبراس إلنا وضوء إلنا هو موقف الإمام علي عليه السلام من الخلفاء. وسوف أذكر ذلك وأذكر ما هو موقف الإمام علي، لكن أريد أن أثبت أن هذه عقيدة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي العقيدة الصافية الحقيقية الإسلامية. وإن شاء الله المسلمين كل على إن شاء الله على خير، لأن هذا الإسلام العظيم الذي يقول الله فيه في القرآن الكريم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن لا شك ولا ريب أن السبيل الحقيقي الصافي الصحيح هو سبيل، يعني الطريق هو طريق أهل البيت. فهذه أول إشارة من النبي صلى الله عليه وآله للإمام علي. طبعا ولا أذكر أن الإمام بات في مكان النبي أوصى أن يوزع الأمانة أفدى بنفسه، هذه تعرفونها وسمعين فيها. هذه أول دليل صريح واضح أن النبي أوصى للإمام علي عليه السلام أن يكون وصية وخليفة من بعده. الحديث الآخر، ولا أتحدث عن حديث القدير الذي ذكره من الصحابة الذين كانوا مع النبي في غدير خم، الذين رجعوا من حجة الوداع الذي تحدث عنها جناب السيد. 99 صحابي من كبار الصحابة ذكروا هذا الحديث، يعني روي عنهم هذا الحديث، سمعوا منهم الرواة هذا الحديث. كل من 99 صحابي كبير سمعوا منهم أنهم رووا حادثة الغدير التي أوصفها السيد الله يحفظه، والذي ذكر أن الراوي قال اللي هو الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث صحيح
حسب شروط الشيخين صحيح مسلم والبخاري الذين عند الآخرين أن كل ما ذكروه هو صحيح، شروطهم للصحة متوفرة في هذا الحديث ولذلك هو صحيح. لكن كثير ذكر وسوف أذكر بالأرقام. ودونكم هذا الكتاب هنا لديكم كتاب مختصر العبقات، هذا عندكم هنا في هذه المكتبة، وأقروا السادس والسابع والثامن. ذكر هذا الحديث حديث الغدير من الباحثين الذين ذكروا الرواة عن فلان عن فلان عن فلان 162 كاتب، وذكره استطرادا، يعني ذكر الحديث حتى من الكتاب المتأخرين 189 كاتب أو 98 الترتيب مني مذكور في هذا الكتاب أيضا والكتب الأخرى. عبد الحسين الأميني ألف كتاب في الغدير فقط، الذين سمعوا الغدير حديث الغدير والذين قالوا شعرا في الغدير وما يحيط في الغدير من 11 جلد، وأحفاده أو أولاده طبعوا الجلد 12 ويحتمل أن يكون هناك أجزاء أخرى تطبع كله عن الغدير. فقضية الغدير حديث الغدير حديث متواتر لا شك في ذلك، لا شك في تواتره، ولكن هنا نجي شبهة الفهم التي أولت للواقع، لأن هناك واقع حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فأول الحديث لينسجم مع الواقع. هذه هي المشكلة. ولا واحد ممكن يقول أن إذا كان هذا الحديث هل يدراوينا وبهالوفرة والكثرة عند القوم لماذا ينكرون الغدير ولا يؤمنون بالغدير؟ نعم، هذه هي الشبهة، أن أول هذا الحديث لينسجم مع الواقع الذي حصل، مع الحدث الذي حصل بعد وفاة النبي. هذا حديث الغدير اللي هو أصلح حديث طبعا وأقوى حديث، وهناك حديث آخر، هذه الحديث مرة أخرى وأؤكد أنها مذكورة في كتب المسلمين. الحديث الآخر حديث المنزلة، عندما ذهب النبي في أحد غزواته وترك الإمام علي عليه السلام في المدينة، فعلي عليه السلام كأنه استثقل هذه المرة الأولى الذي يتركه في المدينة، يتركه يعني أميرا على المدينة. فقال النبي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده. هارون كان نبيا، كان وصي موسى وكان نبيا كما مذكور في القرآن. أنت منزلتك منزلة هارون من موسى، كيف كان هارون من موسى؟ أنت مثله، إلا أنه الفرق بينك وبين هارون أنك أنت مو نبي فقط، أنت وصي من بعدي. هذا الذي يسمى بحديث المنزل. وحديث الخميس، وما أدراك ما حديث الخميس، الذي يقول عنه ابن عباس رزية يوم الخميس، يسميها رزية يوم الخميس. النبي أنتم لابد سمعتوا وقرأتم أن النبي عندما رجع من حجة الوداع وفي الطريق، طبعا بالمناسبة في الطريق النبي ليس اعتباطا جمع هذه الدوحات يعني أشجار كبيرة. هذا المكان أنا شفته بعيني عندما كان في دوحات، لا أعلم الآن، بال68 أظن أو 70 كنت ماخذ العائلة العمرة وأريتم هذا المكان، لأني كنت أدل هذا المكان، وهو قريب من رابغ، من مدينة رابغ، وقريب من ليس قريبا جدا من جدة. وأنا أتصور مجمع هذا الحجيج كان حجاج السودان ومصر والمغرب وفلسطين والعراق، لأنه هذا من هناك يتفرق الحجاج ويذهبون. هنا نزل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ما تفعل ما تبلغ كأنك لم تبلغ رسالة الله. والنبي قد بلغ كل الأحكام باعتراف الجميع. ولذلك حجة الوداع أو خطبة الوداع معروفة كذا الخطبة العظيمة الذي ذكر فيها من قال لا إله إلا الله حرم
يحرم ماله وعرضه إلى آخره. المسلمين ووصاهم بالتآخي والاتحاد. فهنا هذا المكان العظيم الذي نصب الإمام آخر تنصيب بعد من وصل المدينة تمرض. من تمرض قبل لا يتمرض أرسل سرية أسامة. السرية المجاهدين الذين يذهبون للجهاد وليس معهم النبي يقال لها سرية، أما الذي معهم النبي يقال لها غزو. سرية أسامة فيها كبار الصحابة، كل الصحابة فيها، ولم يذهبوا وخرج النبي ودعاهم للذهاب وقال قول كثير وهذا أيضا هم مذكور. فبعدين تردت حالة النبي صلى الله عليه وآله، وكان يوم الخميس، النبي توفى يوم الاثنين، كان يوم الخميس رجعوا الجماعة من بعد ما ارتحلوا من قرب المدينة إلى مرحلة، وهناك استقروا لأن أخبار النبي كانت تترى عليهم أنه مريض وحالته الصحية، فرجعوا وقال النبي آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال قائلهم أن النبي حسب تعبير البخاري الذي كل شيء فيه صحيح، حسب تعبيره قال أحدهم أو قال عمر أن النبي قد قلب عليه الوجه، يعني ما يتحمل يكتب كتاب. عندنا القرآن أو لدينا القرآن حسبنا كتاب الله. ثم اختلف الحاضرين أو الحاضرون في المجلس، منهم من يقول آتوا للنبي بدوات وقرطاس أو كتف في ذلك الوقت لكي يكتب لكم كتابا لن تضلوا. تعرفون لن أداة جازمة للمستقبل، لن تضلوا بعده. والبعض الآخر قول ما قال فلان لأن النبي قد غلب عليه الوجع ما يتحمل وكذا ورأفة بالنبي ما أعرف شنو كان. فعندما اختلفوا النبي أدرك الخطوة، أدرك المسألة أن قدامه جاي يختلفون، فكيف لو ما، فمعنى ذلك راح يصير خطر على الإسلام أن النبي تحدث بهذا الحديث أو ما تحدث. فأحجم عن الكتاب وقال اذهبوا لا يجب التنازع أمامي. مرة أخرى أقول هذا الحديث مذكور في كل مكان، طبعا يؤول لأن الواقع صار شكل آخر، فيؤول الواقع لينطبق مع يؤول الحديث وينطبق مع الواقع. وهذه الآية التي تسمعونها دائما عندما كان علي يصلي في مسجد النبي وجاء صاحب حاجة أو ماذا نقول عنه يطلب من الناس، وعلي كان يصلي النافلة وبيده خاتم أشار له بالخاتم ونزل القرآن. وبالمناسبة هذا خاتم الإمام علي عليه السلام، ومثل ما نسمع من القراء أنه قيمته تسوى ما أدري إيش. نعم قيمته تسوى لأنه ملامس لجسم الإمام علي، ولا هو عقيق عادي مثل أي عقيق، مثل أي صخر آخر من جبال تهامة أو من جبال اليمن، هاي اللي يأخذون منها العقيق. لكنه لأنه خاتم علي له قيمة كبيرة جدا صحيح. يعني أنا لو ألقاه الآن أشتريه بما أمر صحيح، لكن قصدي قيمته المادية لا يتبادر للذهن أن علي بن أبي طالب كان لابس خاتم غير الخاتم اللي يلبسونه الناس. هل قد قيمته يسوى كذا وكذا من الآلاف والملايين وكذا، لا هو خاتم عقيق. فأشار لهذا الشحاث أو الطالب وأخذ الخاتم. نزل القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما، وإنما أداة حصر يا أخوان، وأظن كلكم أهل علم إن شاء الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية كل المفسرين أيضا لا ينكرون ذلك، ولكن تجينا مشكلة التأويل أنه إنما وليكم شنو يعني محبوبكم، يعني عزيزكم، يعني كذا، ولا واضح وليكم يعني والي عليكم، يعني أمير عليكم.
هذا هو الإمام علي باختصار شديد، وهذه هي القضية التي نحن اليوم بصدد إحيائها. هذه القضية مواقف الإمام علي أقول كل حادث من هذا ممكن واحد يعلق عليه ويستنتج منها أشياء كثيرة، لكن أقول مواقف الإمام علي وهي كثيرة جدا، بس موقف واحد أريد أذكركم فيه. لا، علي بن أبي طالب معروف في شجاعته وفي دفاع عن الإسلام في المعارك، كل المعارك المصيرية، معروف هذا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي مواقف الإمام علي. أنا أعتقد، أنا شخصيا أعتقد، وممكن الجميع يختلف معي، أن موقف الإمام علي عليه السلام بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله أكبر موقف لنصرة الإسلام، وهو الذي حفظ لنا الإسلام. لأن أخواني، أن الثلة المؤمنة الصحابة الخيرة الذين تعب عليهم النبي صلى الله عليه وآله ورباهم، والذي كان يأمل أن هؤلاء هم الذين يحفظون الإسلام ويبلغون الإسلام باعتبار خاتم الأديان، هؤلاء أصيبوا بمشكلة كبيرة، وكاد المنافقون يدخلون في هذه القضية يحرضون الإمام علي، وقد فعلها أبو سفيان وفي أحاديث كثيرة. علي بن أبي طالب عندما رأى أن الإسلام بخطر أحجم، ولم يثير أي مشكلة، ولم يثير أي معارضة، يعني معارضة علنية قصدي أو مسلحة. جاء بعض القوم وقال نذبح وهذه سيوفنا تحت يديك وكذا وكذا. علي بن أبي طالب قال قولة معروفة: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. إخواني، هذا الموقف أنا أتمنى أن إحنا يكون قدوة إن الإمام علي في هذا الموقف، عندما تعترض قضية خاصة بين مصلحته الخاصة وبين مصلحة المسلمين وبين مصلحة المجتمع وبين مصلحة الأمة التي يعيش فيها، يكون تقدر مصلحة الأمة وأضحي من أجل الأمة. وبقي الإمام علي عليه السلام نصيرا لهؤلاء الذين يعرف أنهم علي بن أبي طالب لا يهتم ما يقول حقه. كثير يعبرون علي بن أبي طالب أخذوا حقه وكأنه هذه الأمارة اللي المفروض يصير هو أمير ويصير ملك وكذا. علي بن أبي طالب في ذي طه، وهي المكان الذي كان بين البصرة وكربلاء، عند مسيرة من عفوا الكوفة، من الكوفة، كان الكوفة وكربلاء واحد. من الكوفة انتظر جيش يأتي إمداد في فتنة الجمل، في الحرب الأهلية الأولى، الحرب المدمرة، الحرب اللي دمرت الإسلام، الحرب الأهلية الأولى، حرب الجمل. عندما كان أتى من الكوفة استقر هناك، قيل أسبوعين وقيل شهرين، وهناك كان يخيط نعلة، عند نعل خليط ويم ابن عباس. قال: والله يا ابن عباس أن عمرتكم هذه لا تساوي عند شأس النعل هذا، يعني فردة النعل، لو واحد عنده فردة نعل إلى قيمة فردة، هسه أنت لو تذهب وتجد فردة نعل جديدة بيش نفعل لأنها وحدة، لا تساوي هذا إلا أن أقيم حق وأبطل باطل وأخذ على يد الظالم وأنصر المظلوم، يعني بهالمعنى. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ما كان حريص إلا يصير أمير أو يصير مسؤول، وإنما كان حريص أن هذه المسيرة تستمر بالشكل الصحيح، لا تتعرض وتنعطف، لأن هذه الرسالة هي الوصفة الإلهية الخالدة للبشرية، وهي التي تنقذ البشرية في الدنيا والآخرة. ولذلك علي بن أبي طالب عندما شاف الأمور يعني صار ما صار، حصل ما حصل، كان حريص على تسديد المسلمين ونصرة المسلمين أيا كانوا مسلمين. ولذلك عمر بن الخطاب يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها ابن حسن. وقصة معركة نهاوند العظيمة اللي كان المسلمين أن يذبحونها، معركة نهاوند التي هي في منطقة يقال لها ونهاوند قريبة في شمال طهران، قريبة من محافظة كبيرة من محافظات إيران، نسيت اسمها. هذه المعركة من أكبر المعارك الطاحنة، وقد كاد الفرس أن ينتصروا بها وطلبوا النجدة، وعمر يعني أمر أن كل المسلمين يخرجون وهو يخرج معهم. الإمام علي عليه السلام قال: لا تخرج،
لا تخرجوا. هناك روايات أن الحسن والحسين ذهبوا أيضا في هذه المعركة أو كذا، لا نعلم بالدقة يراد تحقيق هذا الأمر. فقال لا تخرج. لو سمع الفرس أن أمير المؤمنين أو قائد المسلمين جاء بالمعركة يعتقدون أن ليس لديهم إمداد، انتهوا وسوف يستميتون ولا تستطيع أن تنتصر. وهذا نصر للإسلام. علي بن أبي طالب هكذا كان يبحث مصلحة المسلمين. وزين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام الذين تعرفون ما فعلوا فيه بني أمية، كان يقرأ دعاء الثقور. اقرأوا دعاء الثقور، شوف شلون يدعوا لأهل الثقور. يعني أهل الثقور يعني الناس المرابطين بالحدود اللي يحمون المسلمين. أنا أظن مواقف الإمام علي لا شك ولا ريب كبيرة، وكل مواقف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحن شيعة الإمام وشيعة الأئمة. موقف هذا الموقف بتصوري ينبغي أن يكون نبراس أن تكون مصلحة المسلمين، مصلحة الأمة هي المقدمة على مصالحنا الخاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لأني أنا أعتقد أني تجاوزت على الوقت الذي حدد لي، وشكرا لكم. الوقت أدركنا ولم نستمر زيادة مما جادت فيه قريحة شيخنا العزيز، جزاك الله خير الجزاء. يتقدم مجمع الإمام علي عليه السلام بالتهاني والتبريكات للأخوة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا إلينا بالخير واليمن والسلامة، وعادوا إلى أهليهم وذويهم. جعله الله لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وألا يحرمنا سبحانه وتعالى من دعائهم لنا هناك إن شاء الله. عشقت ذكراك والذكرى لها نغم، فهل ألام على ذكراك يا علم؟ وحار فكري في معناك منبهرا، وعاجزا وصفك القرطاس والقلم. تكسر الشعر في أوزانه خجلا من أن يوفيك هذا النظم والنغم. قل لي بحقك من يكفيك من كلم، وهل يوفيك هذا المدح والكلم؟ وللقوافي حنين زادني شغفا، حتى غدا طيفها في القلب يرتسم. تفاخر الحرف في تبيان معجزة في ذروة المجد والآفاق